كشفت صحيفة ذا سان البريطانية عن عدة طلبات فرضها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي. من بين الطلبات أو شروط نيمار الحصول على ما لا يقل عن 8 سيارات فاخرة. نعم، سيارة فاخرة. وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي لم يقم بخطوة الانضمام للهلال بثمن بخس، حيث طلب من النادي السعودي الحصول على 3 سيارات فاخرة لنفسه و4 سيارات مرسيدس لمقربيه وسيارة مرسيدس مع سائق، وتشمل السيارة الفاخرة أيضا بنتلي كونتيننتال لامبورغيني هوراكان. كما طلب نيمار أن يكون السائق متاحا على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة له ولأصدقائه وعائلته. أما في منزله فدارت طلبات نيمار حول محتويات ثلاجته التي أراد أن تمتلك طوال الوقت لعصير من علامته التجارية المفضلة، مشروبات أخرى لأصدقائه وعائلته، واشترط وجود 3 حمامات سونا في مكان إقامته، بالإضافة إلى 5 عمال بدوام كامل، بما في ذلك مساعد طاهي لمساعدة الطهي الخاص به من البرازيل، وشخصين للإعتناء بالتنظيف. كما طلب أن يحتوي منزله على مسبح بأبعاد محددة لا يقل عرضه عن 10 أمتار وطوله عن 40 مترا، على أن يحتوي المنزل على 25 غرفة على الأقل، حتى يتمكن أصدقائه وعائلته والوفد المرافق له من بقاء معه. كما كشف المصدر الصحيح أن نيمار طلب أن تدفع جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة من قبل مالكي نادي الهلال. وتم الكشف عن أن صفقته يمكن أن تشمل استخدام طائرة خاصة كل ما احتاجه هو وأسرته للسفر، كما أنه وافق نيمار على ما وصف بالعقد الذهبي من الهلال، إذ سيتلقى راتبا سنويا ضخما يصل إلى 100 مليون يورو، أي نحو 110 ملايين دولار، ومثلها لنادي باريس سان جيرمان. فعن نيمار يستحق هذا الراتب